اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من محسوبه صح مع خالد يونس، ومكملين حلقتنا في موضوع مهم عن البورصه، ومكملين مع احمد. الموضوع كبير، فاحنا عايزين نعرف اكتر، وفي ناس كتير قوي حابين يعرفوا اكتر عن الموضوع ده. زي ما بقول، احنا كل ما هو ادوات ماليه مهم ان احنا نعرفها. ما بنقولش الناس تستثمر في ايه او تحوش في ايه، ولكن اللي بنسموها فاينانشال ليترسي، او ان الناس تعرف اكتر على الادوات الماليه، وفي الاخر هو يقرر بناء على اللي احنا قلناه بقى الحلقه اللي فاتت، الهدف بتاعك ايه وانهي اداه تستخدمها امتى. احنا قفلنا الحلقه اللي فاتت بحاجه مهمه جدا، ان اتفقنا ان البورصة وسيلة انك بتملك شركة، واي شركة محتاجة وقت، وبالتالي هي مش وسيلة جيدة لشورت تيرم او لمدة قصيرة انت عايز فيها فلوس او عائد معين، لان هي ممكن ما تحققش كده، بل بالعكس ممكن الرأس المال نفسه يحصل فيه حاجة. ومكملين، دي اول حاجة الناس تعرفها عن البورصة. حاجة تانية قلنا ان دي انا بحاول اجمع الحاجات اللي قلناها الحلقة اللي فاتت او اخرها، اللي هي الناس ما تبقاش بانيك لما بتيجي تخش في البورصة، تعرف ان هو هي كده، هي الفاين بتاعها ابس اند داون، فاللي هو المقبول انك تقبل ده، ما تبقاش انا اقول متضايق. لك بالعكس، ده هو يعني احنا قلنا ان احنا بنحاول نتيح حاجه كانت دايما موجوده لناس معينه او ذو الملاءه الماليه العاليه، وساعدتهم ان هم يكبروا من ثرواتهم. لو رجعت للناس دي يقول لك ده احسن فترات الناس بتعمل فيها ثروه هي الفترات اللي هي بتبقى الدنيا بتنزل تحت. يعني فيها دايما ازمات. بنقول لو عايز تكسب في حته الاستثمار في الشركات، يعني دايما بحب نقول بدل البورصه هو استثمار في الشركات. البورصه مظبوط، هي وسيله تخليك تعرف هي ده تستثمر في الشركات. السوق بتاع الشركات، بالظبط كده. نسميها البورصة هي سوق. لازم اه تشيل الايموشنز، المشاعر. اه فلما لما حصلت في يونيو اللي فات ويوليو اللي فات، كان في لسه اثار الحرب بتاعه اوكرانيا. روسيا واوكرانيا، وكان ابتدت كل الاسواق في العالم ابتدت تنزل. وساعتها احنا عملنا برضو زي فيديو قلنا لهم يا جماعه ده الوقت انت تشيل فيه المشاعر. الشركات اللي انت استثمرت فيها، هل انت لسه مقتنع ان اساسياتها موجوده؟ لسه متحمس على مستقبل هذه الشركه؟ لو الاجابه صح، ده الوقت اللي تشيل مشاعرك. ما تخافش ان الاسعار نازله، ده دلوقتي فرصه انك تشتري على سعر اقل، وهو دوت اللي هيخليك تعمل ال الارباح يعني او ديسكاونت. بالظبط. احنا عامه وسمينا كده، احنا قلنا كده، دخلنا عملنا قلنا يا جماعه ده البلاك فرايداي، ده الاوقات دي اللي هو الماركت بيبقى او السوق بيبقى مساق بالخوف. ده احسن وقت انك تشتري فيه. في اوقات انت بتعلمنا حاجة جديدة، ان لما تيجي البورصه مش بالضروره دايما تعكس واقع. يعني ايه؟ 100%. المبنى لسه بتاع الشركه موجود، الموظفين موجودين، الانفنتوري او البتاع موجود، كل حاجه موجود. اللي حصل ده ملوش علاقه باللي بيحصل على الارض. في مؤشر، ممكن المؤشر ان الشركات ما تكسبش زي الاول لفتره، بس اصولها موجوده وكل حاجه موجوده. فكانك بالظبط لو انت عندك محل، انت عملت مشروع، مش لو حصل حاجه هتبيعه، يعني في الاخر هتحاول تستوعب ده somehow بالعكس، وتكمل. عشان كده بقول لك ايه، ارجع دايما لاساسيات الشركه. مم. لو اساسيات الشركه زي ما هي لسه ولسه مم. مقتنع بهذا القطاع بهذه الاداره، بالعكس ده انت جالك فرصه، حد بيقول لك مظبوط. خد ديسكاونت الديسكاونت ده. ده، اشتري باقل. وده بيرجع تاني اللي هو ان انا لما جيت اشتريت بهدف، اشتريت عن اقتناع بهذه الشركات. ده لو انا بستثمر انا بنفسي. لو انت بتستثمر عن طريق خبير، هو الخبير بيكون مفروض بيكون بيعمل لك الموضوع دوت. فهنرجع اللي انت قلته، لازم يكون في هدف وفي فكره، وانت مقتنع. زي ما لك انا مقتنع بقطاع الاغذيه في مصر. بالعكس، مع وجود الدولار وصعوبه في ان انت تستورد الكلام ده كله، اي شركه هنا بتصنع مفروض هيبقى عندها فرصه انها تنمي وتزود من مبيعاتها. انا مقتنع بكده. السنتمنت او الراي سلبي شويه على الاقتصاد، فالناس كلها بتحاول تجري. لو انا لسه مقتنع، ده انا اخش اشتري. يعني انا كنت بقول لك على حاجه مهمه جدا في الاستثمار، مهمه جدا جدا، هو عنصر الخوف والطمع. دايما هتلاقي الناس بتبتدي تتحمس على الاستثمار في البورصه لما الاسعار تطلع جدا. يقول لك يا انا نهار عايز ابيض، اخد دي مع طلعت الناس دي. 30 اي 40 50%، وتلاقي اه كل الناس بتجري انا عايز استثمر دلوقتي. مم. ساعتها الماركت او السوق بقى مساق بعنصر الطمع. لما الدنيا بتنزل، مع ان هو ده احسن وقت انك تشتري فيه، بيبقى مساق بعنصر الخوف. انت بقى لو اه انت بقت جزء من حياتك كل شهر، اه انا بحط ال1000 جنيه بتوعي دولت في هذه الشركات اللي انا مؤمن ومقتنع بيهم، بغض النظر بقى السوق طالع السوق نازل، السوق طالع السوق نازل، انت بتشتري ارخص، والسوق نازل. السوق لما بيطلع انت حجم استثماراتك بتزيد، فانت في جميع الحالات
انت وده اللي انا بعمله ده خلي بالك. الفيصل اللي انت بتقوله ده على فكره، انا من وجهه نظري بيغير الفكره. انا هقول كلام مش بالضروره يكون ده وجهه نظري. انت بتتكلم على لما يجي الاستثمار في العقار مينز ان انت عندك ثروه هتحطها في عقار. بتيجي تتكلم على الاستثمار في ما هو كل ما هو ليه قيمه كبيره، فانت الثروه اتكونت. انا دايما هعيد وازيد في القصه دي. صح. اللي احنا بنتكلم فيه هنا هو مختلف. لما تيجي تستثمر بمبالغ صغيره شهريه، اول حاجه كلمه الريسك هتقل، انت ما عندكش الريسك الفظيع، بالعكس ده انت ساعات الريسك يبقى لصالحك، وحتى لو بقى ضدك انت نفتكر اللي هي العمر الصغير. مع مرور الوقت السوق بيصحح نفسه، مع مرور الوقت الشركات الكويسه بتفضل كويسه وبتزيد. الخطوره كلها اللي احنا اللي لما يجي حد يقرر يقول ايه انا عايز احط ثروتي كلها في حاجه ايا كان من الحاجات اللي انا قلتها، تالي هو ده الريسك الحقيقي. مظبوط. اللي انت بتقوله 100%. يعني هما اللي انت بتقوله حاجتين مهمين جدا 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 جدا. هو الاستثمار اللي بنحاول نعمله ان انا بساعدك على انك تبني ثروه، مش ان انت فجاه واحده يبقى معاك ثروه. عشان تبني ثروه هي بتاخدك وقت، بتاخدك اللي هو انا كل شهر عندي 20% بس استثمار. انت عارف احنا دايما بنقول الاستثمار ده عامل زي الرياضه. هل ينفع الرياضه عشان تعمل جسم وتعمل صحه تقعد تتمرن لك اسبوعين تموت فيهم نفسك وتلاقي نفسك بقيت صح؟ الرياضه لازم تبقى جزء من روتين حياتك، استمراريه. عشان تبني ثروه لازم استثماريه في عنصر الاستثمار. دي اول حاجه انت قلتها. الحاجه الثانيه دايما بيقول لك الاستثمار في الشركات على المدى القصير هي اتس فوتنج ماشين. هو بس ناس دلوقتي ايه بتفوت كده، هو انت عاجبك انت مش عاجبك الكلام ده كله. على المدى البعيد اتس وينج ماشين. هو فعلا كل ما الشركه تبقى كويسه، يعني لو هذه الشركه كويسه ممكن على المدى القصير يبقى الناس ايه مش مبسوطه، الناس شايفه بتعكس عوامل اخرى فيقول لك يفوتوا يقولوا تحت للشركه. على المدى البعيد اللي بيفرق اساسيات الشركه. لو الشركه قويه واداره قويه ومبيعاتها قويه دايما تطلع مبيعات، بتطلع منتجات جديده والكلام ده كله، على المدى البعيد هتعرف يعني تحقق القيمه من هذه الشركه بمنتهى البساطه. انا هنا هرجع تاني. انا مش فاضي ابص على اساسيات الشركه واقتنع بيها للماجوريتي اللي هي بتعمل. طبعا لو حد عارف ده شيء جميل جدا وبيبص بقى على القوائم الماليه ويقدر يتوقع والحاجات دي. بس لو انا مش عارف انا اقول لحاجتين، يا اندكس سيرت او اروح لفند او لا. خلي بالك احنا برضو بنعمل حاجه عندنا ان انا ببعت لك انا كل شهر وكل شويه ببعت لك حاجات تساعدك. يعني احنا عندنا الاسهم المفضله، افضل 10 شركات في البورصه المصريه، مش من رايي ده، جبنا كل ارباح الشركه، نمو في ايراداتها، قد ايه واخده قروض، قد ايه قدرتها انها تحول الفلوس الايرادات الى كاش. عملنا الفورمولا ديت وبيطلع لك دول اكتر 10 شركات واخده سكور في البورصه المصريه. احنا هنيجي نتكلم في ده بيجي لك كل شهر. احنا هنتكلم على الجزء التولز اللي هي بتسهل للناس دلوقتي اللي هو ده. بس انا عايز كمايند سيت لما اجي اتكلم على البورصه بصفه عامه، غير الاوبشنز اللي ان التولز نفسها هتبقى ليها قصه دلوقتي. بس انا كنت عايز اقول لك ليه، لان انا اسهل حاجه ان انا اقول للناس روحوا استثمروا في الاندكس، بس لا، انا اقول لك في وجود التكنولوجيا ممكن وعمليه قد ايه ان في سهوله في ان يبقى عندك اتاحه للمعلومات. احنا دلوقتي بقينا في عصر انت مش هيجي لك اقول لك ادي كل ميزانيات الشركه، انا هحلل لك شويه بس حاجات. انت برضو هتسيب لي انا اخد القرار ولا اقدر؟ عشان انا مش فاضي انا كل شهر اقعد اقول والله ما هم هي مفروض الشركات القويه اللي اساسيتها قويه مش مفروض تكون بتتغير. خلاص. انت اللي بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نتيح خدمه كانت موجوده لفئه معينه للناس كلها. الخدمه دي كان جزء منها تسهيل اتاحه المعلومات. يعني انا برضو مش عايز يكون الناس اللي ذو الماليه العاليه عندهم الفرصه ان عندهم اتاحه لمعلومات معينه تساعدهم ان هم يعملوا استثمارات، وانا اكون انا عشان محفظتي صغيره انا بس بستثمر بشكل سلبي في المؤشر او الاكبر 30 شركه. اللي عاوز يعمل كده ممكن يعمل كده، اللي مش عاوز يعمل كده في وجود التكنولوجيا. كلنا موبايلاتنا بقت في ايدينا، في وجود ان انت بقى عندك دلوقتي في ابلكيشنز كتير على فكره الموضوع ده، وانتوا واحد منهم كده. هتلاقي بيبعت لك دولت اكبر 10 شركات، دول الشركات اللي هي وشركات التامين كمان في انواع وثائق معينه بتريحك لفند معين بتقول لك برضو ده كذا بس، فده كله متاح لكل الناس عن اي اللي احنا بنحاول نعمله دايما او اللي بنطلب من الناس يبقى عندها كل الوسائل او الاوبشنز، وكل واحد يختار اللي يريحه. بس ده ياخدني لسؤال تاني. هو انا ممكن الواحد وهو من بره شايف الموضوع معقد، مع الوقت زي ما انت قلت هاخد الجيم بقى، بتلاقي الموضوع مع الوقت بقى مش معقد قوي. أنا هو ده بقول لك شهرين 3 بعد 5-6 شهور بقى الموضوع مش معقد قوي. والعقليه انت اول ما بتبتدي تستثمر
واحد، هي مش روكت ساينس، هي مش علم ذره زي ما الناس فاكره. الموضوع ابسط. انك تشتري عقار اصعب بكتير قوي من انك تستثمر في شركه. اصعب بكتير جدا. لو هتبتدي بقى تدور في المنطقه دي عامله ازاي ومستقبلها عامل ازاي وفيها ريسك وتسعيرها برضه. وفيها ريسك. فانا دايما بنقول للناس حط باي مبلغ، ابدا بيه. انت بتتكلم ممكن يبقى الواحد فنجان قهوه في اليوم ممكن يبتدي بقول لك يخش. ابدا باي مبلغ وهتلاقي. بالعكس، انا اصلا اللي بنحاول ننادي بيه ما تجيش بلوكشه وترمي اللوكشه دي. ابدا بالراحه، اتعلم. انت تلاقي واحده بتبتدي تفهم فيها، وبعد كده العقليه بتختلف تماما. انت بعد كده بتيجي تقول انا عايز اشتري التيشيرت البراند الجديد ديت ولا احسن. طب لا ما انا الفلوس ديت احطها والبتاع دي. عشان الهدف بتاعي بقى، ارجع للهدف بتاعي. انا عايز في يوم من الايام مثلا، انا عايز ما ابقى حر، عايز اسافر براحتي، عايز اصحى الصبح اعمل الشغل اللي انا عايز بحبه. هقول لك على حاجتين. انا كنت في اوبر، كنت مدير عام اوبر في مصر. اللي ساعدني ان انا اخد الخطوه ان انا اعرف اسيب اوبر، ان كان عندي كنت مستثمر، او عندي الاستثمارات بتاعتي تغطي سنتين من فلوس تعليم ولادي. وده كان اتفاقي مع مراتي. انا عندي سنتين هعرف اخد الريسك فيهم. لو الشركه قامت تمام هعرف بعد كده نصرف عليها، لو ما قامتش انا عندي سنتين. عندي هذه القدره. هو ده على فكره ده الاستقلال انك تعرف تاخد قرارات. مظبوط. هتفرق قوي معاك في حياتك. لو انا ما كانش عندي الفلوس دي بستثمرها، عمري ما كنت عارف اخد القرار دي. لا وفي حاجه تانية بقى، طول عمري اشتغل مش هعرف اخد هذا القرار ده في حياتي. ويا سلام بقى الواحد مش عنده سنتين بس، عنده اللي يبقى الكابيتال نفسه، يجي بقى يحط الثروه دي في حاجه بقى امان تخليه طول عمره اصلا مش محتاج اي حاجه. ده هي بدات تاني. انا من ساعه كل شويه بتحط مبلغ تحط مبلغ تحط مبلغ تحط مبلغ. لما جيت وقت، لا انا اعتقد برضو خلي بالك، انا عندي الاستقلال المالي هو كلمه كبيره جدا. هو انا اعتقد هو زي وليه تعريفه لكل واحد حسب هو عايز ايه منه. انت بتلعب رياضه عشان عايز تحسن من جسمك وعايز تحسن من الفتنس بتاعك. كل ما بتلعب رياضه اكتر كل ما الفتنس بتاعك بيزيد. كل ما عندك قدره انك لو عايز اخش ماراثون، عايز العب مع اصحابي، عندي هذه القدره. استثمار زي كل ما بتستثمر كل ما تلاقي نفسك القوه او الفاينانشال فتنس، العضله بتاعتك بقت اقوى. عندي القدره ان انا اسيب شغلي وابدا شركتي. بقى عندي القدره ان انا اضمن لاولادي تعليم اللي انا نفسي بحلمه ليهم. هو ده اللي احنا بنحاول نعمله يعني. بس انت قلت برضو حاجه مهمه جدا، وانا اعتقد دي صلب الموضوع. الاستثمار هي عاده او جيم زي التمرين. لان كان في كاتب عامل حاجه اسمها اعتقد الكتاب بتاعه The Simple Path to Wealth، معرفش المؤلف. هو بيتكلم على البيهيف اقوى بكتير من انك انت تكون سمارت. يعني في ناس كتير قوي اذكياء وبتاع ويقدروا، بس اللي عنده بيهيف ممكن يغلب واحد ذكي جدا او اذكى منه. انا عندي عاده ان انا استثمر كل شهر. عندك العاده وبيهيف دي. اعتقد كمان هو كمان من الحاجات الخطر جدا في الاستثمار هي الايموشنز. فانت عامه اللي بيبقى اللي شايف نفسه ذكي قوي ده بيبقى عنده قدره اكتر ان هو يطمع في اوقات ويخاف قوي في اوقات. بيهيف هي الاستثمار هو فيه. انا عارف بالظبط كده بيقول لك ايه، انا بتمرن، الدنيا مطره، الدنيا حر، الدنيا برد، انا ده جزء من عاداتي. الحاجه التانية اللي انت قلتها، احنا مشكلتنا العادي بتاعنا مرتبك بينزل على نص الشهر، اصلا مرتبك كله طار. ال10 20% اللي انت استثمرتهم وحطيتهم على جنب انت اوريدي كسبان. انت اوريدي كسبان بكل الاحوال. انت كسبان لان انت أيوة. لان انت اصلا في العادي خساره ليك انت كسبان، لان انت اصلا في العادي ما كانتش هتبقى موجوده الفلوس دي حاجات مالهاش لازمه. مظبوط. فانت اصلا لو بس العاده دي بقت عندك مظبوط انت اصلا كسبان. هي اكيد احسن من زيرو، اكيد انت اصلا كسبان. بس ده يسالني، خليني اسالك سؤال. معناه كده لو انا بعمل عاده انا مش هبص من لما تيجي النشره خسرت البورصه مش عارف ايه او كسبت، ماليش دعوه. انا هاخد القرشينات اللي انا قررت احطها كل شهر واعمل نفس اللي بعمله كل شهر، ماليش علاقه. هل ده صح ولا ده غلط؟ لا انت، وده برضو احنا بنحاول نعمله دايما في شركه، انت مالكش دعوه بالبورصه نزلت ولا البورصه طلعت. بس انت مهمه، وده حاجه احنا بنحاول نعملها، ودي حاجه مش موجوده، ان انت ازاي تبقى ملم بالاحداث اللي بتحصل وايه، وده معناه ايه بالنسبه لك. يعني مثلا لما يجي يقول لك ان الجنيه المصري قصاد الدولار، ده معناه ايه بالنسبه لك؟ طب ده معناه ايه الفرصه اللي موجوده في ان الجنيه ممكن يكون بيقل؟ يعني اللي ناس كتير قوي، في فرصه طبعا. اي شركه في مصر جزء كبير من ايراداتها بالدولار، ده احسن وقت انك تستثمر في هذه الشركات. فرصه رهيبه بالنسبه لهم، لان هم كمان بقى عندهم القدره ان هم ينافسوا، لان هي المصاريف عندهم بالجنيه وايراداتهم بالدولار. فرصه طبعا. لما كانت الانترست ريت قاعد بيزيد، انت عارف ان في شركات معينه البنوك
بتزدهر في هذه الاوقات. فدايما ازاي الاخبار. عشان كده انت قلت في الحلقه اللي فاتت ان الاكتيف بورتفوليو او اللي هو بيشتغل على الحاجات دي بيعمل نافيجيتنج كل يوم ويشوف هنا يجي ايه. انا طبعا ما بعملش ده بنفسي لو انا مستثمر، بس ببقى فاهم. بس هي بمنتهى البساطه هي يعني قصدي لان احنا هنتكلم دلوقتي على التولز، الخطوه اللي جايه على طول في الحاجات دي، احنا بنتكلم على المايند سيت بتاع البورصه وايه البورصه، وبعد كده ايه الادوات اللي حققها. هفضل انا محتاج يبقى مني اكتف او ابقى اكتف بديسيجن اون مانثلي بيسز، ولا في حد اون بيهاف اوف مي يقدر يعمل ده؟ خليني اقول لك على حاجه بصراحه، في الزمن اللي احنا فيه دوت لو انت مش ملم باللي بيحصل انت عندك مشكله. بس هي مش علم صواريخ. لا يعني قصدي هو الموضوع اي حاجه بتاثر على الاسواق هي هتاثر عليك بشكل ما، هتاثر عليك في شغلك، هتاثر عليك. فانت كده انت مهم قوي تبقى ملم باللي بيحصل حواليك، ده لازم يعني. ده طبيعي. ما ينفعش يكون انت مش عارف. ما ينفعش ان انا اكون مثلا انا اديتك فلوسي عشان تستثمرهم لي في محل عندك، قلنا كلام محل برجر، وانا هقول لك انا مش دعوه باي حاجه ولا اعرف المحل ده اخباره ايه ولا اي حاجه، والله بقول باكل منه. ده انا بقول لك والله لو انت حتى ما بتستثمرش لازم ما ينفعش في شغلك ما تبقاش عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي، ان العالم بيتحرك بشكل سريع جدا. فانت حتى في شغلك لو انت مش ملم باللي بيحصل مش هتعرف يعني انا ما انا لو انا شغال في شركه ومش عارف ان وضع الدولار عامل كده والقوه الشرائيه عامله كذا في مصر، والشركات هتاخد قرارات على اني اساس. فانت كده في جميع الاحوال محتاج تبقى ملم باللي بيحصل. احنا من الحاجات اللي عارفين ان فيها مشكله شويه، عشان كده انا متحمس جدا اللي انتوا بتعملوه، ان حد يعرف يوصل معلومات سواء معلومات تعليميه او معلومات ليها علاقه بايه اللي بيحصل في الاخبار بشكل الناس تفهمه بنفس الشكل المبسط دوت. وده بنحاول احنا نعمله عن طريق الشركه، هيساعدك بعد كده تاخد قرارات بمنتهى السهوله. زي بالظبط انا دلوقتي جالي فرصه ان انا استثمر في الذهب، لازم تفهم ان الذهب بيطلع وقت المشاكل. ما حدش يضحك عليك ويقول لك ان الذهب بيفضل يطلع على طول. ده طول ما الدنيا ممكن يقعد سنين ما بيشفيش اي حاجه، وممكن يبقى في اداه تانية تكسب عنه في وقت معين. وطول ما الدنيا بايظه كل ما الذهب هيطلع طبعا. لكن لو بصيت على مدى التاريخ هتلاقي بعد الازمه الماليه في 2008 فضل يطلع لحد 2012. اول لما 2012 ابتدت يبقى في ثقه في الاقتصاد الامريكي ابتدى الذهب سعره ينزل. لما جات الكوفيد او الكورونا ابتدى يطلع في الاول. اول ما ابتدى يبقى في ثقه ان احنا نلاقي نفس حرب اوكرانيا، فهو يعني بقول لك هي انت تبقى ده المعلومات اللي هو انت مش بس بتنساق ورا ايه ده على اعلى سعر دي يلا نخش. انت عارف انا هشتري الذهب عشان بيأدي هذا الغرض. لو نرجع تاني للهدف، انا بحط عندي غرض حته معين من فلوسي كل شهر عشان غرض معين، لان ده انا عارف ده وسيله حمايه بالنسبه لي. لما الدنيا بتبوظ بيطلع، لما الدنيا بتتحسن بينزل. بس انا كسبت في حاجات تانية، اتحسنت في حاجات تانية. فانا في واحد سألني قبل ما اخش فقلت له انا هقابل احمد فتسألني سؤال، فقال لي هو ليه الناس احنا كلنا ما بنروحش البورصه؟ يعني ما بنستثمرش في الشركات. يعني ليه اسهل حاجه عندنا وسائل تانية بس في سمعه كده مش احسن حاجه، صح؟ فانا قلت طبعا بس عايز اعيده تاني، طبعا فهمت شويه، فالتلخيص اللي هقول حاجه وتقول لي اذا كانت صح ولا يبدو ان لو احنا تصورنا البورصه انها بناء ثروه، مش ثروه عشان اجمبل بيها او ان انا، ودي تقريبا حصلت عند بعض الناس فبالتالي سوقت السمعه دي، صح، جايز تحل المشكله. فصحح لي اللي انا بقوله ده، هل ده حقيقي فعلا؟ انا بص يعني كذا حاجه. اول حاجه شبه معظم المؤسسات الماليه دايما كان في تركيز على فئه معينه من الناس، صح؟ وعامه الشعب كانوا بياخدوا خدمه مختلفه. مفيش وقت، مفيش تعليم، مفيش نفس قدر الاهتمام. فبالتالي عند جموع الناس ابتدى يتحول بيرسبشن او سمعه غلط عن الاستثمار في الشركات. منها برضو كمان اللي بيساعد عليها هي الافلام، وانا خسرت كل ثروتي وعملت كل الحاجات دي والحوادث اللي هو قتل كل ولاده وكل حاجات كده. فطبعا انا كرهت البورصه بالظبط. فلما تيجي تفكر فيها ده اللي احنا بنحاول نحسن. يعني هو خلي بالك برضو عشان ابقى صريح معاك، اسهل بكتير اقول لك خالد بقول لك ايه، حط فلوسك في البورصه دلوقتي في الشركه دي، ده انا هعمل لك 60% في 3 شهور الجايين. سهل قوي ان اقنعك بيها. صعب قوي ان انا اقول لك خالد عشان تكسب لازم كل شهر مرتبك بينزل من غير اي ايموشنز، من غير اي مشاعر بتحطها، وما تقلقش لو الدنيا طلعت ونزلت. بالعكس ده في الوقت ده اشتري، لان انت على بعد فتره معينه هتلاقي نفسك حققت ثروه. ده اللي احنا حاولنا نعمله في هذه الشركه. انت تدي للناس، يعني تدي للناس المعلومات المظبوطه انها تساعدهم في ان هم
يعرفوا ياخدوا هذه القرارات. اول لما انت بتبيع البورصه كانها حفره وكانها صاله قمار، وهتخش وهتطلع وتنزل وشوف الدنيا دي عامله ازاي، واخسر كل حاجه. تعرف تجيب ناس بمنتهى السهوله، بس الناس دي بتحرقهم بمنتهى السرعه وبتعمل لهم فلوس كتيره، وبعد كده بتشوف اللي بعديه. اللي احنا بنحاول نعمله ان انت تعالى هعلمك يعني ايه استثمار، خد خطوه خطوه. انا اصلا لو انت جيت تقول لي انا تحويشه عمري كلها احطها في البورصه، اقول لك لا ما تعملش كده، مش هو ده الصح. او ان حد جاي يقول لك ايه، انا عايز اكسب بسرعه فانا احط فلوس عشان اكسب بسرعه عشان اخرج بسرعه، ده كده ما فيهاش. وخلي بالك برضو عشان برضو ما نلخبطش. يا ده كأن واحد قال لواحد هات فلوس انا هعمل مشروع وهكسبك بسرعه، وما فيش حاجه، ما فيش كده. انا برضو عايز اقول لك، عشان في سؤال دايما الناس بيساله لنا، طب هو يعني ايه طويل الاجل ده؟ يعني انت بتتكلم في 10 سنين، في 20 سنه، في 5 سنين، انتوا قصدكم ايه بطويل الاجل؟ هي بمنتهى البساطه، انت لما بتحط او بتبتدي تستثمر في الشركات دي فلوس انت مش محتاجه على الاقل الخمس سنين الجايين. ليه؟ مش معنى كده انت هتبتدي تكسب بعد 5 سنين. وانس او اول لما يكون الفلوس دي انت مش محتاجها لمده 5 سنين، انت بقى عندك القرار وحريه القرار انك تختار امتى ممكن اتخرج من هذا الاستثمار. وهي سهله جدا. اكن انا في واحد صاحبي قال لي انا هعمل الشركه الفلانيه، الشركه دي هتحقق هذه الارباح، لما احققها الشركه هتبقى تسوى قد كده. انت 5 سنين ده الرينج المعقول. مش طبعا اكبر من كده اطول من كده احسن. لا هي مش لازم تقعد 5 سنين. مش لازم. انت بيبقى عندك عندي هدف. وعندك هدف، وعندك القدره ان قامت حرب فالاسهم قلت، انت مش انا مبسوط انا اشتري تاني. قسط. معلش اشتري تاني، مش هبيع عشان انا عليا حاجه. بتبيع بمزاج. هو الاستثمار، لان انا اصلا كمان انا في ظل مرحله بناء ثروه، وانا عايز اوضح الحته دي. انا لما بنيجي نقول يا جماعه ايه الهدف زي ما حضرتك قلت كده، ان انا عايز 2 سنين او عايز اقعد 5 سنين او عايز ابقى عندي فلوس على فكره هي تجيب لي اللي يخليني مش محتاج اروح اشتغل تاني. المده دي ممكن تبقى 7، ممكن تبقى 10، ممكن تبقى 15. هنا في الحاله دي انا ببني ثروه، مش قلقان على ايه بالزبط اللي بيحصل بره. وعايز اسالك سؤال بمنتهى البساطه، انت لو اشتريت عقار، استثمرت في عقار، وجيت بقيت عليك قسط كمان اسبوع ومحتاج تبيع العقار ده دلوقتي، هتبيعه بأني ثمن؟ هبيعه مش بيع غناوه بقى، ممكن انا حصل معايا بعت بخساره. هبيع بخساره، صح. هي نفس الفكره. حصل. انت لما تكون بتستثمر في شركات، انما لو انا قادر اصبر انا هبيع العقار ده ويكسب ويبقى انت لو عندك اقساط، اوعى تحط فلوس اقساطك في الشركات، اوعى. يعني دايما انت عارف انا اقول لك برضه يعني انا اقول لك، احنا بما ان حضرتك برضه بتتكلم على التثقيف المالي، احنا بنقولها انت علشان تستثمر بتبدا باول حاجه اتس بادجيتنج اكسرسايز، انك تشوف مصاريفك قدام دخلك عامل ازاي. اول حاجه لازم يكون دخلك بيغطي مصاريفك، وتبتدي اصلا تحلل مصاريفك. ايه المصاريف اللي انا محتاجها عشان اعيش؟ ايه المصاريف اللي انا بتساعد على ان انا اعيش الحياه اللي انا عايشها ديت، اللي هو انا بحب اتفرج على كوره فعندي اشتراك الشركه الفلانيه اللي هي بتساعد على مستوى المعيشه. وايه الحاجات الرفاهيه؟ بتبتدي تتاكد ان انت بتقسم فلوسك للمصاريف الاساسيه، للحاجات الرفاهيه، الكلام ده كله. ما تبقاش فلوسك كلها رايحه في رفاهيه ومش عارف تدفع ايجارك ولا عارف تدفع الحاجات دي كلها. دي اول حاجه انت بتعملها. بعد كده بتقول كمان ايه الحته اللي انا على جنب بستثمرها او بحوشها. قبل ما تبتدي تختار ايه الاداه الاستثماريه اللي هتستثمر فيها، نشوف مصاريفك الاساسيه لمده 6 شهور قد ايه. فلات سي انا ايجاري، مواصلاتي، الحاجات اللي هتخليني اعرف اعيش، مثلا 1000 2000 3000 10000 جنيه في 10000 جنيه في شهر مثلا. يبقى انا محتاج يكون عندي صندوق حلول ب 60000 جنيه. مش لازم من النهارده، بس لازم يبقى جزء من استثماراتي رايحه اني ببني في حاجه بقى زي اذون الخزانه، حاجه اللي هي مخاطرها قليله قوي وارباحها تقدر تتسيل لو انا عايز. بيسموها في البنك. احنا حاطينها دي تحت حاجه اسمها صندوق طوارئ او حاجه زي كده. احنا بس بلاش بنحب نسميها صندوق طوارئ. هي مش صندوق، هي صندوق حلول. صندوق حلول. ان لو لا قدر الله سبت حاجه شغلك، غير متوقعه حصلت، لو لا قدر الله سبت شغلك اقدر انا اكمل عادي. صندوق الحلول دوت هو صندوق طوارئ، هي الكلمه الصح بتاعته بصراحه. بعد كده فانا في جزء ببني بيها صندوق الحلول او الطوارئ بتاعي. في جزء تاني انا عندي كمان اقساط بقى عربيات، المفروض تكون جوه صندوق الحلول. في جزء بقى بحطه في الذهب، جزء بحطه في العقار، جزء بحطه في استثمار شركات، بحطه في شهادات، جزء بأمن، جزء تأمين عشان بحمي نفسي من المخاطر. طب 100% وجايز عندي ثروه معينه بحطها او بكون ثروه عن طريق اقساط عقارات. انا هو ده كان قصدي.
الاستثمار بيديك صندوق الحلول، التامين هو اللي هيحميك من المخاطر. مظبوط. عشان كده بس صندوق الطوارئ. ده الطوارئ عن طريق التامين. مظبوط. ده يخليني اقفل الحلقه دي عشان نتكلم بعد كده الموضوع المهم. احنا فهمنا البورصه وفهمنا الحاجات دي كلها، عايزين نفهم بقى ايه الوسائل النهارده التكنولوجي اللي تخليني عندي اكسس سهله. ما كانش زمان، انا عارف كان بالنسبه لي موضوع معقد جدا. فهنختم بهنا، وان شاء الله نكمل الحلقه الجايه من بودكاست محسوبه صح. هنكمل على البورصه وازاي وايه نعمله لما نعوز نقرر اوكي احنا عايزين نبني ثروتنا من خلال البورصه.